السلام عليكم مشاهدي الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنشارك معكم ميني بيتزا بواحد العجين اللي سهله وبسيطه ومكوناتها بسيطه وموجوده في كل بيت، وكتجي رطبه كتجي يعني هشيشه. بلا ما نطول عليكم وخليكم معايا باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. ونبداو على بركه الله. واول حاجه غادي نحضروا العجين ديالنا ديال البيتزا اللي غادي نحتاجو فيه لواحد 2 كيسان ديال العنبه ديال الفورس ما يعادل 200 غرام. غادي نحتاجو كذلك كاس ديال الفينو او القمح الصلب ما يعادل 100 غرام، هي في المجموع 300 غرام. هنا عندنا 300 غرام ديال الطحين، يعني واحد رابعه وزايده على رابعه ب50 غرام. صافي هنا غنزيدو واحد شاصيه ديال الخميره ديال الخبز، وغادي نزيدو القليل من الملح تيبقى على حسب الذوق. كذلك هنا عندي شويه ديال الزعتر، غادي نحكو بين يديا او الزعتره تقريبا، هذا الزعتره حيت كاين الزعتر وكاين الزعتر هو اللي تيكونوا الوريقات ديالو غلاط. المهم غادي نحك هاد شويه ديال الزعتر، وغادي من بعد نضيف الزيت او زيت الزيتون. بالنسبه لزيت الزيتون غادي نضيف هنا 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. وبالنسبه لهذا القياس راكم تقدروا ديروا حتى ل 500 غرام ديال الطحين، يعني ديروا حتى مع 500 غرام ديال الطحين ماشي غير 300. غير انا حيت بغيت نعجن يعني غير القياس اللي غادي نطيب اليوم. داكشي علاش الا بغيتوا ديروا عجينه كثيره يعني تقدروا ديروا نص كيلو وديروا معاه نفس المقدار ديال الزيت، راه حتى هي كتجي زوينه. صافي هنا غادي نجيبوا الماء دافي كما كتشوفوا، غادي نخوي على الخميره. انا هنا الماء حاولت انني نعبر لكم بالكاس غير بالنسبه للمبتدئات اللي ما عرفتش شحال غتدخل ديال الماء، لهذا انا خدمت بالكاس ديال العنبه يعني اللي تقريبا كيهز واحد 200 مليلتر. هنا غتشوفوني من خلال الكاس غتشوفوني شحال دخلت في هذا القياس ديال الطحين ديال الماء. واللي عارف من طبيعه الحال راه عينكم ميزانكم، ومن طبيعه الحال على حساب الطحين، وماشي داكشي اللي غادي ندخل هو اللي غتدخلوا نتوما ديال الماء. يعني تقدروا نتوما ديروا كاس وربع او لا كاس ونص على حساب الطحين اللي عندكم واش كيشربوا ولا لا. المهم هنا غادي نجمع العجين ديالي وغادي ندلكها واحد شويه. كما كتعرفوا العجينه ديال هنا كما كتشوفوا راه وريتكم الكاس انه ما بقى فيه حتى جغمه. هنا يعني راه درت كاس واحد. اللي بغيت نقول لكم هو العجينه ديال البيتزا يعني راه ما كتحتاجش يدليك، لان تيكون فيها الزيت يعني كتجي لينه وكتجي رطبه، ما تحتاجوش انكم تدلكوها، راه بواحد الدلكه خفيفه وكتجي العجينه تبارك الله ما شاء الله تتجي طايعه. صافي هنا كما كتشوفوا ها العجينه ديالنا. انا غنضيف واحد الجغيمه ديال الماء، واحد الجغيمه ها نتوما كما كتشوفوا غادي نضيفها وغادي نحاول يعني ندخلها لهاد العجينه باش تجيني شويه مرخوفه وتجيني خفيفه. وصافي هنا بعد ما دلكت العجينه ديالي غادي نغطيها بواحد البلاستيكه. انا غادي نحيدها من القصريه حيت عندي قصريه كبيره، يعني ما كاين علاش غنديرها فيها. غادي نديرها في هذا البانيو، غادي نغطيها بواحد البلاستيكه وندير عليها شي سريبيطه وغادي نخليها حتى تخمر، ومن بعد غادي نرجع معكم. ومن بعد ما اختمرت لنا العجينه ديالنا كما كتشوفوا الحجم ديالها تضاعف وطلعت. دابا غادي نحيد منها الهواء، غادي نخرج منها داك الهواء غادي نكورها كما كتشوفوا على شكل بحال بغيت نعجن، بحال بغيت ندير شي خبيزه باش غادي نطلقوها، باش في الاخر غادي نطلقها يعني بالمدلك ونقطعها. صافي هنا من بعد ما كورتها غادي نخليها واحد شويه ترتاح، غادي نغطيها بواحد بالسربيته، نعاود نغطيها ونخليها واحد شويه ترتاح باش منين نجي نطلقها تجيني سهله، ومن بعد غادي نرجع معكم. ومن بعد ما ارتاحت لنا العجينه ديالنا دابا غادي نطلقها بالمدلك. دابا راه مرتاحه وخامره في نفس الوقت، يعني راه خمرات لينا ديجا قبل ما نكوروها. ومن بعد ما تنخليوها ترتاح هانتوما كما كتشوفوا تبارك الله كتجي لينه وكتجي رطبه، يعني ما كنتعذبوش فيها باش نطلقوها بالدلاك. صافي هنا غنطلقها مزيان، نطلقها على حسب السمك اللي بغيت، القياس اللي بغيت في يعني باش تنديرها يعني شويه رقيقه على حسب نتوما واش كترقوها بزاف ولا كاين اللي كيبغيها غليظه. كل واحد
يدير الحجم اللي بغا. وصافي هنا من بعد ما طلقت العجين ديالي غنجيب هاد الدائره هذه هذه ديال الحرشه وغادي نبدا نقطع بها بهذا الشكل. واللي ما عندوش هاد الدائره تقدروا تقطعوه بشي غلاقه ديال شي قرعه اللي تكون شويه كبيره بحال، مهم على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما تقطعوا باي حاجه، ماشي ضروري بهذه الدائره. صافي هنا من بعد ما قطعت كنبدا نهز في هذوك يعني في العجين ديالي وتنديرها في الطاوه اللي غندخل الفران باش غنطيبها نص طيبه. صافي هنا من بعد ما استفت الميني بيتزا ديالي في الطاوه غادي نتقبها بواحد الشوكه او فورشيط باش ما تنفخش لينا، وغادي ندخلها الفران غير تتشد راسها، ما تنخليوهاش حتى تحمر او لا حتى طيب مزيان، يعني غير تتشد راسها نص طيبه وغادي نخرجوها. الصراحه انا ما كتعجبنيش بيتزا انني نعمرها وهي عجينه وندخلها، لان دوك المكونات اللي كنديرو خصوصا اللي كنا دايرينها بالطون، يعني المكونات اللي كنديرو كلهم كيكونوا يعني ما محتاجينش انهم يطيبوا، كنديروهم غير واحد شويه باش يذوب لنا داك الجبن يعني وتنخرجوها. فإلا ما كانتش طايبه ودرنا داكشي وهي عجينه فغنخرجوها كنلقاوها باقا معجنه، لهذا كيعجبني انني ندير لها نص طيبه عاد باش نعمرها. هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما طيبناها دابا راه طيبتها نص طيبه، شوفوا ما شاء الله راه رطبه ودغيا كتبغي تقطع، يعني كتجي هشيشه. وصافي هنا غنبدا نعمر ميني بيتزا ديالي كما كتشوفوا هنا لاصوص عاد طيبتها حيت ما بقاتش عندي، وطيبت غير القياس اللي غادي ندير في هاد البيتزا حيت كنت مزروبه. وصافي هنا كندير الثوم من بعد ما درت مطيشه، ومن بعد ما درت الثوم غادي ندير الفلفله او الفلافل يعني بالالوان. عندي هنا فلفله حمراء خضراء صفراء، يعني كل واحد يدير اللي بغا، واللي ما تيبغيش الفلفله يقدر ما يديرهاش. وصافي هنا غادي ندير كذلك شويه ديال الزيتون مقطع، هادشي اللي بقى عندي غندير شويه شويه. وفي الاخر غادي نزين بالزيتون الاسود. صراحه واخا كندير هذا المقطع تعجبني في الميني بيتزا انني نزينها بالزيتون الاسود، هو اللي تيعطيها واحد المنظر زوين. صراحه كنفضل انا الزيتون المشرمل اللي كيكون مقطع ومشرمل، كتكون فيه داك المذاق ديال الحرور حتى هو تيجي زوين، غير ما بقاش عندي. وصافي هنا غادي ندير الجبن او الفرماج، واخر حاجه غنديرها هي الزيتون الكحل. غندير كل وحيده غندير فيها حبه ديال الزيتون من فوق داك الفرماج باش ملي كيذوب كتبقى وسط منه هذيك الزيتونه كتبقى يعني ثابته. وصافي غادي ندخل الطاوه ديالي للفران حتى طيب، ومن بعد غادي نرجع معكم في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا، كتجي على هذا الشكل هذا وكتجي لذيذه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا راه تجي رطبه، ها نتوما غير ما بغيتش نقسمها راه دغيا كتقسم، يعني كتجي هشيشه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك فضلا وليس امرا، وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.